جامعة كامبريدج بتقولك بوضوح لو عايز تطور الإنجليزي بتاعك خصوصا في السبيكينج لازم تسجل صوتك. ليه؟ لأن لما بتسجل صوتك بتتكلم وكأنك في موقف حقيقي، فبتحاول تطلع أحسن ما عندك، وده بيخليك تركز أكتر على النطق والدقة مش بس الطلاقة. كامبريدج بتقول إن التسجيل بيخلي عندك حاجة اسمها الأذن الناقضة، يعني ودنك تبدأ تميز غلطاتك بنفسك وتصححها وتعيد التسجيل لحد ما تبقى راضي عن النتيجة. وطبعا دلوقتي كل حاجة أسهل، يعني أي موبايل يقدر يسجل صوتك وكمان تبعته لمدرسك أو حتى تقيم نفسك بنفسك. وبدل ما تضيع وقت في انتظار حصة أو تقييم، ليه ما تبدأش دلوقتي؟ عشان كده احنا في لا تاني بقى كده الموضوع الأخير ده. تاني الحتة دي. وطبعا دلوقتي كل حاجة أسهل، يعني أي موبايل يقدر يسجل صوتك وتقدر تبعته. ايه ده كده تاني. وطبعا دلوقتي كل حاجة أسهل، يعني أي موبايل يقدر يسجل صوتك وكمان تقدر تبعته لمدرسك أو حتى تقيم نفسك بنفسك. وبدل ما تضيع وقت في انتظار حصة أو تقييم، ليه ما تبدأش دلوقتي؟ طيب. وبدل ما تضيع وقت في انتظار حصة أو تقييم، ليه ما تبدأش دلوقتي؟ تاني. وبدل ما تضيع وقت في انتظار حصة أو تقييم، ليه ما تبدأش دلوقتي؟ عشان كده احنا في نافع ليرنينج أكاديمي قررنا نساعدك بداية. عشان كده 3 2 1 عشان كده احنا في نافع ليرنينج أكاديمي قررنا نساعدك انك تبدأ وبالمجان. 3 2 1 هنا بعد مش بسم الله الرحمن الرحيم. وبدل ما تضيع وقتك في انتظار حصة أو تقييم، ليه ما تبدأش دلوقتي؟ عشان كده احنا في نافع ليرنينج أكاديمي قررنا نساعدك تبدأ بداية قوية ومجانا. ابعت لنا على الواتساب وهنبعت لك شوية أسئلة تجاوب عليهم بصوتك، واحنا هنرجع لك بالتصحيح والتقييم الكامل وببلاش. اتكلم، سجل، اسمع وصحح. دي نصيحة. تاني 3 2 1 اتكلم، سجل، اسمع وصحح. دي نصيحة من كامبريدج، واحنا هنا عشان نساعدك تطبقها. 3 2 1 اتكلم، سجل، اسمع وصحح. دي نصيحة من جامعة كامبريدج، واحنا هنا عشان نساعدك تطبقها. ابدأ دلوقتي وخلي أول تسجيل هو أول خطوة للثقة في الإنجليزي.